جدا، صاحب الإسهامات الجليلة في علوم الفضاء، واستطاع أن يعمل مع وكالة ناسا، وساعد برضه في التخطيط والاستكشاف العلمي، وصنع منها إنجازات في الأرض. حرر وكتب وألف عن التصوير الفضائي، وحدد المعالم الجيولوجية واستخداماتها. وهو دكتور فاروق الباز، هو عالم فضاء مصري ولد في دلتا النيل. اتعلم الجيولوجيا والكيمياء في جامعة عين شمس، وبعد كده كمل دراسته في جامعة ميسوري. سافر فاروق الباز إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدراسة صحاري المنطقة، جمع بيانات حول تطورها. وحصل فاروق الباز على شهادة البكالوريوس من جامعة عين شمس في علوم الكيمياء والجيولوجيا في عمر 20 سنة. حصل فاروق الباز الدكتوراه في الفلسفة من جامعة المنصورة عام 2003، وبرضه أخذ الدكتوراه في الهندسة من جامعة ميسوري. وبدأت مسيرته المهنية بتعليم الجيولوجيا في جامعة أسيوط. فاروق الباز كان مستشارا للرئيس المصري الراحل أنور السادات. شارك في برنامج أبولو كمشرف على تخطيط العلوم القمرية مؤسسة بيلكوم. في الحلقة العاشرة من السلسلة التلفزيونية عرض برنامج أبولو على القنوات التلفزيونية وعلى البرنامج التلفزيوني الشهير ستار تريك، ليدبر ويؤسس مركز دراسات الأرض والكواكب. وفي نفس الوقت انتخب في المجموعة القمرية للاتحاد الفلكي للدول، وانتخب رئيس الجمعية العربية لبحوث الصحراء.